هنيجي بعد كده لموضوع تاني وهو الكونتنت كيوريشن، معالجة المحتوى. يعني ايه كونتنت كيوريشن؟ كونتنت كيوريشن معناها ان انا اجيب محتوى، ادور على المحتوى، الفايندينج جروبينج اورجانيزنج اند شيرنج. ازاي ادور على محتوى واجمعه او ارتبه وانشره بشكل مختلف. كونتنت كيوريشن، كونتنت باي اذرز، انا بجمعه وبغير فيه شويه للاودينس بتوعي. خلي بالك، كونتنت كيوريشن مش معناها نقل، مش معناها اني بنقل او بسرق محتوى. في فرق كبير ان انت تاخد المحتوى زي ما هو وتكتبه زي ما هو وتغير الاسم او تنشره على انك انت اللي نشره، دي سرقة واضحة يعني. لكن content curation ان انا اجيب محتوى سابق واجمعه واعدل عليه، اعمل له بروسيسنج، اعدل عليه واعالجه يطلع بشكل مختلف، ولكن المعلومة هي اساسية موجودة. و80% من المحتوى على الانترنت هو كيوريتد، هو محتوى معاد معالجته، مش محتوى جديد. وده صحي ومطلوب، لان انا مش محتاج ازود مور كونتنت ومور نايز وخلاص ويبقى عندي معلومات كتيره مش اساسيه، في حين المعلومه ممكن تكون موجوده وخلاص اتعملت وبذل فيها المجهود، وانا ممكن اعدلها واحسنها، بالاضافه طبعا لمعلومات جديده انا بحاول اضيفها من مجال شغل، من مجال براند، من مجال كذا. ولكن مفيش مشكلة خالص، او المفروض ان انا اجيب محتوى قبل كده واعالجه واجيبه بالشكل الخاص بيا. ايه انواع بقى او المودلز بتاعت الكونتنت كيوريشن؟ ايه اشكال معالجة المحتوى؟ اول شكل واشهر شكل موست كومن هو الاجريجيشن، التجميع. ان انا اجيب اجمع مصادر مختلفة في نفس المكان، اجمع معلومات مختلفة في نفس المكان. الليست 27 ريسورس للسمول بزنس، 27 مصدر للبزنس الصغير او البزنس المتوسط، 20 مصدر للديجيتال ماركتنج، 10 اماكن للاكل، افضل 10 اماكن للاكل، 10 يعني 10 مصادر اساسية للسياحة مثلا. مش حاجات بجمع محتوى قبل كده موجود واجمعه في نفس المكان، برضو من ضمن المحتوى الكويس جدا واللي بيدي نتائج كويسة. بس برضو لو انت عملت تجميعة جديدة محدش عملها قبل كده او حاجة مميزة شوية، ده من اشهر انواع التجميعات. افضل 10 كتب في دراسة كذا، افضل 20 وصفة لأكلة معينة، اي حاجة تبتدي تجمعها وتكون اساسيه وليها نتائج كويس. وهناخد بعد كده ان انا ممكن اجمع محتوى بتاع انا، يعني كان عندي محتوى سابق خاص بيا اجمعه تاني في محتوى جديد او في بوست جديد. ايه تاني؟ ديستليشن، التبسيط. العكس بقى، لا بجيب محتوى تقيل وابسطه واسهله. كتاب مثلا اختصره، كتاب كبير اختصره في 20 صفحة مثلا، في 10 صفح، في فيديو صغير. ده التبسيط، ديستليشن. ده زي اللي بيعمله الدحيح لو متابعين على اليوتيوب، بيجيب معلومة موضوع كبير شوية ويحاول يبسطه ويظهره في 20 دقيقة أو في 15 دقيقة. عكسها بقى الإليفيشن، التعظيم. أجيب موضوع صغير أو كذا موضوع وأطلع منهم بموضوع كبير، زي المثال مثلا بتاع البسكوت أو الكحك اللي أنا اتكلمت عنه. جبت فكرة وعملت عليها موضوع كامل، زي مثلا صعود الدولار، هبوط الدولار، أروح جايب الخبر ومتكلم عنه في بوست وادخل فيه بقى مفاهيم اقتصادية ومفاهيم تسويقية ومفاهيم بيزنس، اعظم من فكرة او من موضوع. مشب، الخلط، دي حاجات بيستخدمها بقى في الفيديو، زي الحاجات الفيديو الكوميدي اللي بتشوفوها. حاجة موقف معين يروح رابط معاه فيلم، يروح رابط معاه موسيقى، اغنية معينة تعمل حاجة كوميدي. ده برضو ماشب. وممكن برضو تحاول تستخدمه وتجمع انت مصادر مع بعض، تجمع فيديو من فيديوهات صغيرة، تقدر تعمل ميكس ما بين صوت وصورة وصور. كرونولوجي ده برضو لطيف جدا. التتابع الزمني ده زي الاجريجيشن، بجمع حاجات بس بالتتابع الزمني بتاعها. اجيب التطور بتاع التكنولوجيا، مثلا التطور بتاع الايفون، التطور بتاع البراند بتاعك الشخصي ازاي زاد من واحد اتنين تلاتة، تطور مجال معين. ده بيبقى لطيف جدا وبيدي برضو يعني بيلقى اقبال كبير. يبقى الكيوريشن عندي اجريجيشن، بجمع مصادر مختلفة. ديستليشن، ببسط معلومة كبيرة ببسطها. اليفيشن العكس، بجيب معلومة صغيرة او كذا معلومة واعمل منهم موضوع. خلط، المشهد. كرونولوجي، التتابع الزمني. دول اهم الانواع. في انواع تانية بقى زي الكومبيرنج، بقارن حاجة بحاجة، عندنا مواقع كاملة للكومبيرنج. عندي مابينج، بجيب مثلا على خريطة واحط الاماكن، افضل الاماكن واحطها على الخريطة. بروفايلنج، اجيب بروفايل لشخص معين واتكلم عنه، شخصية معروفة. ترند، اجي اتكلم عن ترند معين. يعني انواع كتيرة مختلفة
ممكن اشتغل عليها، لكن هي اهم انواع هما الخمس انواع. فالكيوريشن مهم واساسي، ولكن خلي بالك من الفرق ما بين الكيوريشن المعالجة وما بين النقل كوبينج. انا مش بنقل، انا مش بقلد.